بيقوم حاليا المخرج احمد صقر بقراءة سيناريو مسلسل جديد بعنوان حارة 5 نجوم. والحقيقة ان هو هينتهي من قراءة السيناريو كاملا وبعدين يستقر على طاقم العمل او الكرو اللي هيختاروا لمسلسله الجديد. طبعا الفنان والمخرج الكبير احمد صقر قدم لنا في رمضان اللي فات كيد النسا، كان بطولة سمية الخشاب والفنانة فيفي عبد. على خشبة مسرح الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوي هيتم عرض مسرحية دوريان جراي أو صورة دوريان جراي، وكلنا طبعا عارفين مين هو دوريان جراي، واللي ما يعرفش هو شخص بيبقى فيه تناقض في العلاقة ما بين الخير والشر عنده من خلال منظومة فلسفية متمثلة في صورته اللي بتشيخ وبتكبر وهو لا يشيخ ولا يكبر. يا ترى في النهاية مين اللي هينتصر، الخير ولا الشر؟ ده اللي احنا هنعرفه من خلال اللقاءات اللي جاية مع مخرج العرض أحمد حسن وكمان مصطفى صديق بطل العرض. لست على حق يا عزيزتي، لقد قلت انني احببتك كما كنت، فكثيرا ما اثرت خيالي، ولكنك الان لا تسرين في حتى مجرد النظر اليك. لقد احببتك لعبقريتك وثقافتك، لانه كان بامكانك ان تحققي احلام العظماء بموهبتك، ولكن انظري، لقد القيت بكل هذا عرض الحائط.